بلاتك بغيتي تبدل حياتك وبغيتي تبدل واحد العاده اللي هي خايبه بواحد العاده اللي هي زوينه، وكتبدا كتحاول ومع المده كتلقى راسك كدور في نفس الحلقه وكترجع لنقطه الصفر اللي بديتي منها. ما تخاف من والو، انا كنت بحالك كنحاول وكنعاود نرجع لنقطه الصفر حتى لقيت هذا الكتاب هذا اللي عاوني بزاف اللي سميتو العادات الذريه ديال جيمس كلير. الكاتب كيقول بانه الا بغيتي دير واحد النجاح اللي هو كبير ماشي ضروري انك دير واحد الخطوات اللي هما كبار، فبالعكس خصك دير واحد الخطوات اللي هما صغارين وبساط وسهلين ولكن تكون كديرهم يوميا. وهنا غادي يشرح لينا شنو هو النظام اللي خصنا نتبعو باش اننا نبدلوا واحد العاده اللي هي خايبه في حياتنا بواحد العاده اللي هي زوينه بربعه ديال المراحل. الاولى اللي هي الاشاره، ثاني حاجه اللي هي الرغبه، ثالث حاجه اللي هي الاستجابه، ورابع حاجه اللي هي المكافاه. عارفك ما فهمتي والو في هادشي هذا كامل، ولكن تبع معايا الفيديو هذا وغادي نشرح لك كلشي بالتفصيل. باش نزيد نفهمك اكثر غنعطيك واحد المثال واحد السيد اللي هو مبلي بزاف في التلفازه، كيتفرج بزاف في التلفازه وكيدوز عليها وقت بزاف، مثلا كيتفرج في نيتفليكس، افلام الى اخره. وهاد العاده هذه صراحه راه الا كثرتي منها راه خايبه. دونك باش غادي تبدل هاد العاده هذه، اول حاجه اللي هي الاشاره. انفو انك تدخل مثلا للدار كتشوف تيليكوموند فوق التلفازه، فهذه اشاره عطيتي لعقلك اشاره بانك راه خصك تهز ديك التيليكوموند وتشعل التلفازه وتفرج في نيتفليكس. دونك اول حاجه خصك ديرها شنو هي انك تحيد ديك التيليكوموند تخبيها. ساليتي السيري مثلا ولا تفرجتي في فيلم مثلا، تحيد ديك التيليكوموند تخبيها باش ما تشوفهاش، باش ما تعطيش لعقلك الاشاره باش انه يهزها مره اخرى. الا بغيتي تحيد مثلا ديك العاده اللي هي خايبه مثلا اللي هي التيليكوموند انك ما تبقاش تفرج، حاول تبدلها بعاده اللي هي جديده وبغيتي تكتسبها. مثال نحيد ديك التيليكوموند ونحط في بلاصتها كتاب، مع العلم انك ما غاديش تقدر تقرا في النهار الاول ولا في النهار الثاني. انفو انك كتشوفو تجيك واحد الاشاره بانك خصك تقرا داك الكتاب. تقدر النهار الاول مثلا تهزو تقرا غير العنوان بحال هكا، تقدر دير لي مثلا غير بحال هكا واحد النهار تلقى راسك كتقراه. وهكذا كتبدا تكسب العاده ديالك الجديده وكتحاول انك تحيد العاده القديمه اللي هي خايبه بواحد 1% في اليوم. الا درتي اليوم 1% نهايه العام غادي تلقى راسك انك بدلتي 37%. تحققش هاد 37%. دابا انا غنعطيكم واحد المثال شخصي اللي وقع معايا انا شخصيا. في هذا الكتاب هذا قريت بان واحد السيد مثلا ما كانش كيقدر انه يمشي يتريني. مع المده شنو دار؟ عطى الاشاره للعقل ديالو بانه غادي يهز داك الصاك ديالو وغادي يمشي يتريني غير 2 دقائق، يدخل غيتريني 2 دقائق ويخرج بحاله. ملي قريت هذا المثال هذا واحد النهار وكلنا كنعرفوا هذه القضيه هذه وكلنا كتجينا القضيه هذه، وانا واحد الوقيته ما كتبقى باغي دير والو، ما حامل والو، باغي يتنعس الى اخره. وهذه القضيه خصني ندير عليها صراحه فيديو. في هذه الوقيته هذه ما بقيتش قادر انني نمشي نتريني. دونك فاش رجعت باغي نتريني ولات كتجيني ديك العاده ثقيله انني نهز الصاك ونمشي نتريني. شنو درت هنايا؟ بكل صراحه وغادي يضحكوا عليا، كان كيوصل مثلا الوقيته ديال لاصال كنجمع الحوايج ديال لاصال كنديرهم في الصاك وكنسد الصاك وكنخرج بحالي مع الباب، ما كنمشيش نتريني. علاش؟ غير باش نربي ديك العاده ديال انني خصني نوصل داك الوقت ديال لاصال خصني نجمع الصاك ونمشي نتريني. النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث بحال هكا. مع المده وليت شنو كندير؟ وليت كنجمع الحوايج ديال لاصال وكنهز الصاك وكنمشي لاصال وما كنترينيش. بعض المرات راه الدراري هنا كيتعاونوا معايا غادي يقولوا لكم في التعاليق، نوصل كنبقى غير نتفرج فيهم كل يوم ما غتريش، نقول لهم راه جيت نشم غير الريحه. الهدف ديالي ديك الساعه شنو كان؟ هو انني نربي عقلي على واحد العاده انه باش يبقى يديرها يوميا. دونك راه ماشي خصك تكون قوي وواعر باش انك تبدا، ولكن خصك تبدا باش تكون قوي. عكس المعادله. دونك عطيتكم بعض الامثله كيفاش انكم تكسبوا واحد العاده. دونك غنهضروا دابا على كيفاش تحيد واحد العاده اللي هي خايبه. وهنا الكاتب عطى واحد المثال بواحد الشاب اللي هو مبلي بالبلاي ستيشن، كيلعب البلاي ستيشن بزاف وكيضيع عليه الوقت بزاف. في هذه الحاله هذه شنو كان خاصو يدير؟ اول حاجه كما قلنا اللي هي الاشاره. ما خصوش واحد الاشاره اللي تقول ليه بان خصك تنوض تلعب. دونك شنو كان خاصو يدير؟ في المرحله الاولى خاصو يلعب، غيبقى يلعب، ما يمكنش انه يحيد ضربه واحده لانه غادي يرجع. فوا انك تدخل اغريسيف باش تبدل واحد العاده تقريبا ما غاديش تكمل فيها. دونك بدا معاها بشويه بشويه ومن طون دخل معاها العاده الجديده اللي انت بغيتي تكسبها. دونك هذا السيد هذا اللي كيلعب بالبلاي ستيشن، اول حاجه قال الكاتب انه خصو فاش يلعب يجمع ديك المانيطه يحيدها ما بقاش يشوفها قدامه. ثاني حاجه انه يرجعها صعيبه. كيفاش غيرجعها صعيبه؟ دونك يعود من انه فاش غادي يلعب يحاول داك المانيطه يشدها، يديمونطي داك البلاي ستيشن كامل، يحيد برونشمون ديالو مع التلفازه، يجمع المانيطات يطويهم ويجمعهم كاملين ويديرهم في شي مجر اللي صعيب انه يوصل ليه. فهنا فاش كتجي العاده ديال انه غادي يبغي يلعب البلاي ستيشن اوتوماتيكمون غتجي صعيبه. غيبدا شنو غيبدا يقول لا خصني عاد نبدا نديمونطي ونمونطي ونشعل التلفازه الى اخره. يقدر في السيمانه الاولى في الشهر الاول يقدر يعادي لان في ديك الرغبه الحارقه، يقدر يمشي للمجر ويجمع ويدير هاد الامور هذو، ولكن مع المده ما غيبقاش قادر انه يدير هاد القضيه هذه لان الاشعار ما بقاتش عنده. ثاني حاجه هو ديال واحد السيد مثلا اللي بغى يشرب الماء، يعني بغى يشرب مثلا واحد 3 لتر ولا 4 لتر في اليوم. دونك هنا خصو الاشاره. شنو خصو يدير؟ خصو كل بلاصه كيريح فيها يحط فيها قرعه ديال الماء. دونك فوا مثلا انا نريح مثلا كنصور بحال هكا نحط قرعه ديال الماء. انا في القضيه دابا نيت حدايا قرعه ديال الماء. دونك فوا انه فاش كتبقى تشوف الماء في كل بلاصه دونك راه اشاره هذيك ديال ان خصك تشرب الماء. ثاني حاجه اللي قال الكاتب اللي هي اجعلها جذابه. مثلا ديك القرعه اللي غادي نشرب فيها الماء خصها تكون واحد القرعه اللي هي زويونه وكتجذبك انك انت تشرب منها. دونك هادو هما بعض النصائح اللي كانوا. باش نحرق عليكم هذا الكتاب هذا، من الاحسن انكم
تقراوه راه كاين كيتباع، تقدروا تلقاوه في اي بلاصه. الا ما قدرتيش انك مثلا تلقاه، تقدر انك تيليشارجي PDF تقراه. ثاني حاجه الناس اللي ما كيقدروش انهم يشدوا كتاب فيزيك اللي هكا في يدو ويقراه، هي صراحه احسن حاجه وكنصح بها. يقدروا انهم يمشيو ليوتيوب يديروا كتاب مسموع مثلا العادات الذريه، وغادي يديروا في ودني وغادي تسمع هذا كامل. دونك هذا هو الفيديو ديالنا الشباب. الا عجبكم هذا الفيديو هذا وهذا لي ريفيو على هاد الكتب هادو، وعندي بزاف ديال الكتب صراحه اللي كنقراهم، نقدر كل مره ندير لكم فيديو الا عجبكم فيديوهات بحال هكا على الكتوبه. دونك الا عجبكم هاد الامور دو خليوها لي في التعليق تحت، قولوا لي دير لنا ملخصات ديال الكتوبه ونبدا نبارطاجي معكم كتب اللي انا قريتهم شخصيا.